قبل ما نتكلم في ان احنا ازاي نمنع الولادة الطبيعي من ان هي تتحول لولادة قيصري طوارئ، تعالوا نتكلم هو ايه اللي اصلا يخلي حاجة زي دي تحصل. عندنا اسباب كتير، من اشهرها مثلا انه وضع البيبي يبقى الراس لتحت لكن ظهره ناحية ظهر الام. فأثناء طلق الولادة 96% من البيبيهات مع قوة الدفع بتاعة الطلق بتبدأ تلف تدريجيا لحد ما ظهره يبقى ناحية بطن الأم من قدام، وده الوضع الأمثل لنزول الراس بشكل سلس وطبيعي والولادة الطبيعية. بس احنا قلنا نسبة ايه؟ 96%. معنى كده ان انا عندي في احتمال 4% انه ستات الراس مش هتلف وهتفضل في نفس الوضع او هتلف وتبقى بالعرض، وفي الاوضاع اللي زي دي نزول الراس ما بيكونش طبيعي، فيفضل عندي طلق كويس وفي تقدم في الاتساع، وبعد شويه الاتساع يقف، نزول الراس تقف لفتره طويله، فنضطر ان احنا نحولها لقيصريه بسبب حدوث ما يعرف arrest of labor، انه عمليه الولاده توقفت عند نقطه معينه. احيانا تانية ممكن ان يبقى بيحصل طلق طبيعي ونزول الراس بيبقى طبيعي مفيش منه مشكلة، بس فجأة كيس المية يتفتح بسبب غير معروف، ولاقي ان اللي نازل مش راس البيبي ولكن الحبل السري. طب الحبل السري ده ايه؟ ده التغذية بتاعت البيبي جوه بطن الام. طيب لو الحبل السري نزل والراس ما نزلتش او نزلت بعده وضغطت عليه، ايه اللي هيحصل؟ هيتوقف الدم اللي رايح للبيبي. لما يتوقف الدم اللي رايح للبيبي لا قدر الله ده يؤدي الى وفاته داخل البطن. فده موقف بيستدعي ان احنا ندخل قيصرية طوارئ فورا. انفصال المشيمة، وجود ستريس ان البيبي نفسه مع السي تي جي او تخطيط نبض الجنين بدأ يحصل فيه مشكلة بسبب ان الدم اللي مش واصل له كويس او في ضغط زيادة عليه وعلى الحبل السري مثلا. اسباب كتير ممكن تؤدي الى ان احنا نبقى اخذنا الطلق وحصل توسع للرحم، وممكن في بعض الاحيان ممكن نوصل لتوسع كامل لعنق الرحم والراس ما بتنزلش وخلاص بقت استاق ما عادش بتنزل اطلاقا، فنضطر ان احنا نتحول الحاله لولاده قيصري طوارئ. اسباب كتير. يا ترى تقصير مين؟ يا ترى الدكتور بيبقى عارف انه الست هتمر بده كله وبعدين هتتحول لقيصريه ولا لا؟ للأسف احنا عمر ما كان حد فينا هيبقى عارف حاجة زي دي وهيقرر انه يخلي الست تمر بالتجربة دي وبعدين يحولها تاني قيصرية. لو احنا عندنا طريقة ما تعرفنا ان ده هيحصل من بدري، احنا مش هنخلي حد يعاني بالشكل ده. ما ينفعش ان انا يبقى عندي وضع بيبي فيه احتمالية 96% ان هو يلف وينزل طبيعي و4% احتمال ان هو ما يلفش، وبالتالي ممكن احتاج ان انا اولد قيصري واقول انا هولد كل الستات قيصري عشان خاطر ال4% دول ما يحصلش ان هم يدخلوا في طلق ولادة طبيعي وبعدين يقلبوا قيصري.